ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض مهلبيه قمر الدين. انا عارفه ان كلكم شطار وبتعملوها وبتطلع حلوه معاكم، بس انا بعمل النهارده للبنات اللي ما تعرفش مقاديرها عشان تطلع معاها مظبوطه جدا. مقادير مظبوطه من اول مره هتعتمدوها على طول في اي مره بعد كده تجيبوا فيها قمر الدين. يلا حطوا اللايك بسرعه واعملوا اشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني اشعارات كل ما انزل وصفه جديده. انا هنا معايا لفه قمر الدين، دي بتبقى 400 جرام. باخدها دلوقتي وببدا ان انا اقطعها قطع كده يعني صغيره عشان تدوب بعد كده معايا بسرعه. هي ما بتاخدش حاجه على فكره، ومش محتاجه ان انا ابيتها في ميه ولا اي حاجه. لفه قمر الدين بحط عليها لتر من الميه، لتر كده، ده اكتر حاجه مظبوطه، لا تزوده ولا تقلله. باخد اللتر في حله واحطه على النار، وبعد كده بنزل كده بالقطع اللي احنا قطعناها، وفي طبق هحط 4 معالق من النشا وهزودهم بميه كده وادوبهم كويس جدا. لازم ما يكونش النشا فيه اي تكتلات، لان للاسف لما بيبقى فيه تكتلات ما بتدوبش معايا بعد كده لما بنضيفها لقمر الدين. دوبتهم كده تمام قوي. وهنا اهو قمر الدين بدا ان هو يعني هيبدا يغلي دلوقتي. نضيف له الاول السكر، لسه هو برده ما دابش خالص، بسيبه كده لحد ما يدوب تماما. بعد كده هبدا، شايفين ده كده، هحط برده السكر ده حسب الرغبه. انا هنا حطيت ربع كوبايه وده كان مظبوط جدا. طبعا التحليه دي حسب الرغبه، بس دي كانت مظبوطه. بدوب السكر، بصوا كده خلاص اهو بدا يغلي كويس جدا وداب. هبدا احط بقى النشا اللي احنا دوبناها في ميه وهنقلب. بحط كده واحده واحده وببدا ان انا اقلب بسرعه، مش عايزين يحصل معانا اي تكتلات او اي حاجه. بنقلب كده بسرعه ما فيهاش اي حاجه خالص لحد ما نبص نلاقي، بصوا شكل النشا اختفى خالص معانا، شايفين، وتقلت معانا. يعني بقلب يعني حوالي 5 دقايق مش اكتر، وبعد كده بطفي. قوامها في الاول بتحسوا ان هو خفيف، لكن بعد كده اول ما بتبرد بتتقل، وبعد ما بتدخل التلاجة بتتقل وقوامها بيبقى مظبوط جدا، وهنشوفه دلوقتي في اخر الفيديو. بدات احط دلوقتي وهي لسه سخنه، احطها في اطباق بتاعتي اللي هنقدم فيها. يعني عملت معايا 7 اطباق، دول 6، وبعد كده هلاقي لسه في شويه فهحطهم في طبق تاني. بصوا شكلها بقى. طبعا هنسيبها تبرد شويه وبعد كده ندخلها التلاجة عشان تتماسك كده وتبقى حلوه. بعد ما بنطلعها من التلاجة بنبدا بقى نزينها باي مكسرات او اي حاجه احنا عايزينها، او مش حابين نزينها او اي حاجه. هي كده حلوه جدا، شايفين بقى شكلها حلو جدا ومظبوط. ده شكلها بعد ما طلعتها من التلاجة. حطيت لها كده جوز هند، عملتها بالشكل ده. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا المكسرات اللي انتوا عايزينها او ما تحطوش خالص. تحطوا فول سوداني، تحطوا اي حاجه انتوا حابينها، او زبيب. نكمل الشكل بقى بشويه زبيب كده صغيرين كده في نص الطبق. الله على القوام بقى بتاعها، شايفين حلوه جدا مظبوطه، مش تقيله قوي ومش خفيفه قوي. جربوها بالمقادير دي لو ما كانتش بتظبط معاكم، واستنوني في وصفه جديده. باي باي.